بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بمشاركة على القناة بتاعتي على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا النهاردة أكلم حضراتكم على اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن والمباراة القادمة مع منتخب نيوزيلندا والفتاوي اللي احنا بنسمعها من جميع المحللين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. طبعا النهارده الناس اللي بتنتقد الكابتن حسام في الاختيارات هي المشكله مش في ان الكابتن حسام حسن اختار مين وما اختارش مين او ساب مين او الكلام ده كله، قد ما الفكره ان احنا مقصرين كلاعيبه او اللاعيبه اللي بتلعب هي اللي مقصره في دورها، مش الكابتن حسام حسن هو اللي هيختار، او واحد كان واخد انذار او واحد كان واخد كارت احمر ومش هيلعب او واحد مقصر في مستواه او واحد كان عامل مشكله زي ابو الفتوح مع النادي وكان راجل يعني عنده مشكله في حته ان هو كان بيتعاطى مخدرات والكلام ده كله. طبعا الناس كلها قاعده بتتكلم يعني مستنيه الغلط قبل ما يحصل، فده طبعا مشكله. يعني الناس النهارده كل واحد بيقعد يفتي وبيتكلم، وطبعا الموضوع لسه بدري واحنا ما شفناش الدنيا رايحه فين ولا جايه منين، ده بالبلدي. يعني النهارده الكابتن حسام راجل لعب وتعب واجتهد من سنين وسنين وسنين، واعطى المنتخب مصر والنادي الاهلي والزمالك والترسانه وللمصري كلاعب وكمدرب. فالنهارده يعني فكره ان انت تشجع او ان انت تدعم يعني ابن بلدك ده حاجه كويسه. حته الاختيارات ما تلومش على المدير الفني قد ما تلوم على اللاعيبه. يعني انت النهارده بتتكلم ازاي انت ما خدتش حسام اشرف مهاجم البلديه اللي هو هداف الدوري، وازاي انت ما خدتش احمد فتوح او الكلام ده كله. النهارده يا جماعه اللعيبه مقصره. يعني انت النهارده اللعيبه او الجيل الذهبي لمنتخب مصر، اللعيبه دي كانت لعيبه رجاله، كل واحد كان راجل بمعنى الكلمه. النهارده انت بتشوف في حاجات يعني بتحطمك بمعنى اصح، يعني انت بتتحطم كده، معنوياتك بتتحطم في الفرجه، او ان انت راجل بتشجع كوره او بتحب الكوره او الكلام ده كله. النهارده احنا لما لعبنا في البطوله المجمعه كشفنا في حته اللياقه البدنيه دي اللي انا كل مره بتكلم وبقول اللياقه البدنيه اللياقه البدنيه اللياقه البدنيه اللياقه البدنيه، ومفيش. طبعا النهارده يعني انت رايح لطريق مسدود ونفق مظلم في حته ان انت النهارده كلاعب اقصى طموحك كان يعني تمسك 20,000 أو 50,000 ماكسيموم و100,000. النهارده اللعيبة لا مؤاخذة أمه بتبقى ماشية من غير لباس، وتبص تلاقيه بيركب أحسن عربية وشاري فيلا في أحسن كومباوند وإعلانات ببلاش وأكل ببلاش والكلام ده كله، فأنت مش هتعرف تسيطر عليه أو تحكم عليه أو الكلام ده كله. النهارده يا جماعة اللعيبة اللي فيها المشكلة مش اختيارات الكابتن حسام حسن، اللعيبة هي اللي متخاذلة بدنيا، اللعيبة هي اللي ما بتديش، اللعيبه هي اللي مقصره في حق نفسها. النهارده لما مارسيل كرة جاء ومسك النادي الاهلي وخد قرار ان هو يطبق التمرين بتاع اليوم الكامل، يعني هيبقى في الصبح تمرين واخر النهار تمرين. فالنهارده اللاعب صلاح محسن اللي هو انا بعتبره من سلبيات الكره المصريه والحاجات اللي اثرت في الكره المصريه بالسلب في الصفقه اللي دفع فيها 37 مليون، ما قدرش ان هو يلتزم وقال لك لا، فاضطر ان الاهلي يطلعه اعاره لحد يعني الاهلي ما لقى فيه مثلا حاجه كويسه وقدر ان هو يرجع. فطبعا اللعيب انا بقول ده ما بيخدمش نفسه، يعني اللعيب ما بيخدمش نفسه. الفكره كلها يا جماعه النهارده حته اللياقه البدنيه، حته التدريبات. النهارده مصر الكره لما جه النادي الاهلي لقى فيه ادوات مش موجوده عشان يقدر يشتغل عليها ويقدر ينمي قدرات اللعيبه في المهارات البدنيه واللياقه البدنيه. الراجل اشتغل على الجنب ده عشان يقدر يحقق مردود ايجابي في حته اللياقه البدنيه عشان الاهلي وضغط المباراه. انا بقول اللعيبه هي اللي مقصره مش اختيارات الكابتن حسام حسن. انت لما المدرب الاجنبي جه ما لقيتش جمله، ما لقيتش النهارده خط دفاع، ما لقيتش النهارده خط نص ملعب، ما لقيتش هجوم، ما لقيتش اطراف، ما لقيتش جمل، في حاجات كتير كانت ضايعه عنك. فانت النهارده كراجل انت محطوط على الجهاز الفني، انت اللي بتتحاسب. اوكي مفيش مشكله، بس احنا برضو لازم نحط الكلام ده قدام عينينا ان النهارده اللاعب هو اللي مقصر. يا جماعه اللاعب هو اللي مقصر، اللاعب هو اللي عايز ياكل في احسن مطعم، اللاعب هو اللي مش عايز حد يكلمه، اللاعب عايز يتنك على اللي رايح واللي جاي و الى اخره. النهارده اللاعب يعني اول يعني ما بيجيب جون ويلاقي في ناس بتطبل له خلاص، يعني الموضوع بيبقى بالنسبه له راح فين يا زفه خديني معاك لفه، بيبقى الموضوع يعني مش صعب بالنسبه له، بيبقى عايز يدوس على الناس كلها، ودي مشكله.
افتكروا الكابتن حسن شحاته لما جاب الكابتن ابراهيم سعيد في 2006 وما كانش بيتمرن وقدر انه ياخد احسن لاعب في البطوله. اللعيبه يا جماعه الامكانيات، امكانيات اللعيبه والتالنت وموهبتهم هي اللي بتقدر تحكم عليهم في تاريخهم. زي احنا بنقول الجيل الذهبي اللي قدر يمثل منتخب مصر من اول عصام الحضري لزيدان للكابتن احمد حسن، كابتن وائل جمعه، كابتن احمد حسن، كل الناس اللي كانت موجوده، كابتن حسني عبد ربه، محمد شوقي، محمد حمص، سيد معوض، احمد فتحي، احمد سعيد اوكا، كل الناس اللي قدرت تلبس تيشيرت منتخب مصر وتدافع عن الوان منتخب مصر وقدرت ان هي تسيب مردود جيد عشان الناس تتكلم عليها بالايجاب طول العمر. النهارده يا جماعه المشكله في اللاعب، هو اللي متخاذل، اللاعب هو اللي متخاذل، اللاعب هو اللي متخاذل، صدقوني. النهارده اللاعب لو بيقفل على نفسه وبيشتغل على نفسه كويس هيقدر ان هو يطلع احسن حاجه عنده، خصوصا في النادي بتاعه او مع المنتخب. هي دي الحاجه اللي احنا نقدر نتكلم عليها، مش ان الكابتن حسام خد مين او ما خدش مين، او ازاي ما تاخدش مثلا احمد فتوح وازاي تاخد محمد حمدي الموقوف او الكلام ده كله. لازم اللعيبه تشتغل على نفسها اكتر من كده يا جماعه، لازم اللعيبه تشتغل على نفسها اكتر من كده، اللعيبه لازم تقفل على نفسها اكتر من كده. بلاش تناكه بالبلدي على الكوره، لازم اللعيبه يتواضع شويه عشان تقدر تطلع كل اللي عندك. النهارده احنا بنشوف اجتهادات ذاتيه بس، مش بنشوف موهبه، وبنشوف لعيبه بتشتغل على نفسها بجد وبتقدر انها يعني تقدر انها تطلع المردود الايجابي او تحقق المردود الايجابي في كل الماتشات اللي بتلعبها. ودي مشكله احنا بنشوفها نصب عيننا قدام عينينا، يعني احنا بنشوف المشكله ديت. فده حاجه انا مستاء منها، مش اختيارات الكابتن حسام حسن. الكابتن حسام حسن راجل بيحب بلده زيه زي اي مواطن، يقدر ان هو يدافع عن يعني منتخب مصر، ويقدر ان هو يحقق نجاحات كتير. بس الناس لازم تتكاتف والناس لازم تعرف المشكله فين، مش ان احنا نقول الاختيارات والكلام ده كله. انت بتتعامل مع عائله مصريه، وطبعا العائله المصريه ديت طبعا عامله زي الزبق الاحمر، انت ما بتعرفش تسيطر عليها. وهي دي المشكله. المشكله مش في الاختيارات، المشكله في اللعيبه بس، ده اللي انا اقدر اوصله. اللعيبه هي اللي تقدر تقول اي، هي اللي تقدر تقول لا، هي اللي تقدر تشتغل تتمرن كويس، هي اللي تقدر تطلع كل اللي عندها، هي اللي تقدر تلتزم. كل واحد عايز يعمل شخصيه لنفسه ويبني اسم لنفسه عشان في يعني على اللونج ران، على المدى الطويل، يقدر الناس تتكلم عليه زي ما الناس بتتكلم على ابو تريكه وزدان وشوقي ومتعب وحسني وعمرو زكي وميدو والناس دي كلها. لازم يا جماعه نتحرر من حته التناكة وحتة الأنعارة في الكورة والكلام ده كله. اللعيب لازم يعرف حجمه ايه عشان يقدر هو يطلع كل اللي عنده. أتمنى إن يكون موضوع الحلقة نال إعجاب حضراتكم، وما تنسوش الكومنتات، وما تنسوش تدعموني ومشاركة على قناة على اليوتيوب انجكشن العالمي، وما تنسوش كلمة السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.